علي، تفضل. أقرأ لك بعض اللافتات التي ترفع هنا، منها دم الشهيد علي جابر مصور الجزيرة سيرسم نهاية الطاغية. لافتة أخرى تقول استهداف الصحفيين يفصح إجرام نظام الطاغية. هذه لافتات، نحن لا نرفع لافتات، نحن لا نتخذ مواقف، تغطيتنا مهنية يشهد بذلك هؤلاء، لكن يشهد بها أكثر من 150 مليون مشاهد عبر العالم. وهذا فعلا بينما نسمع إليه صوت الشارع، جزء على الأقل من الشارع العربي الذي لا ذنب للجزيرة سوى أنها انحازت إليه. هي صوت هذا الشارع، ولم تقدم الجزيرة على أي ذنب سوى أنها انحازت إليه لتنقل صوته، لتوصل صوته. إذن هذه اللوحة وهذه الهتافات وهذه الهبة الجماهيرية هي رسالة الجمهور، رسالة المشاهدين إلى روح الشهيد الفقيد علي حسن الجابر وإلى أبنائه، الذين اليوم ربما تعرضوا لهذا المصاب العظيم، هذا المصاب الكبير، لكنهم لا بد وأن يفرحوا بوالدهم وبأبيهم الذي انحاز لمهنته وانحاز لأمته وانحاز لأخلاقه ومبادئه وانحاز لمشواره الطويل أيضا مع هذه المهنة. لقد اختار الشهيد علي حسن الجابر أن يتوجه إلى هناك لأنه يدرك قيمة الكاميرا، قيمة العدسة، قيمة الصورة وقيمة الصوت الذي نقله لهذه الأمة. هذه الجماهير اليوم توجه رسالة عزاء لأبنائه، لعبد الله الذي تزوج قبل شهر من الآن، إلى بنات علي حسن الجابر وأبنائه، إلى محبيه، إلى زوجته، إلى أشقائه، إلى أصدقائه وإلى زملائه أيضا. نعم، إلى كل الأبناء، أبناء من دم علي حسن الجابر وأبنائه الذين كونهم وعلمهم وجعلهم مهنيين تتلقفهم وسائل الإعلام. حدث ذلك في الجزيرة، حدث ذلك قبلها، ومدرسة علي الجابر لن تتوقف عن العطاء، لن تتوقف أبدا عن العطاء. بيبة لو تكرمت فقط لأن صوتك يعني ضعف قليلا، نريد أن نستمع فقط إلى أصوات الجماهير في هذه الساحة التي انحازت لها أنت يا بيبة ولد مهادي، وانحازت لها كاميرا علي الجابر وكاميرا زملائه البقية المصورين والإعلاميين بشكل عام. نريد أن نستمع إلى أصواتهم بيبة لو تكرمت. السلام عليكم. لا ما فيش حد يتحدث الآن، لا هذه فقط الجماهير.
بنغازي الليبية. تحية للجزيرة، الجزيرة التي تضم بين جنباتها أبناء الشارع العربي من أقصاه إلى أقصاه هنا في قطر. ابنها اليوم قطر تودعه، الزميل علي حسن جابر الذي كان في مهمة في ليبيا ضمن فريق قناة الجزيرة، والذي أرادت أياد خفية، أياد غادرة، ومن الظهر ب3 رصاصات أرادت إسكات صوته ومنع الصورة التي كان ينقلها بكاميرا. بنغازي إذن تحيي روح الشهيد علي حسن الجابر وتحيي الجزيرة. بنغازي إذن تحيي روح الشهيد علي حسن الجابر. نعم.